ما نشوفوه من برشا تجاوزات في المشهد الصحفي في العالم الرياضي، من تقريبا من انحياز، من انتماء لجمعيات، من التركيز اكثر على الاتصال الرياضي عوض الصحافه الرياضيه. كان لابد انه كنقابه وطنيه صحفيه تونسيه كجهاز الصحفي نتناقش ونفتح هذا الموضوع. يعني تقريبا اول بادره لنقابه الصحفيين في فتح هذا النقاش، والهدف هو انه نشوفوا يا اما وثيقه توجيهيه مدونه سلوك، وهناك ايضا عده زملاء اتصلوا بنا طالبوا بلجنه للصحفيين الرياضيين صلب النقابه لتسهيل العمل وخاصه لتعديل العمل الصحفي بالاساس. اليوم تقريبا في ظل غياب البرامج السياسيه تصبح البرامج الرياضيه هي الاكثر متابعه والاكثر متابعه. لدينا تقريبا مسؤوليه اخلاقيه تجاه الجمهور لنبذ العنف، لقول الحقيقه ولاخبار الجمهور، مش نعطي وراءنا، لانه تقريبا 70-80% من اللي يدور في البلاتوات اليوم هو مجرد راي، والرأي تعرف يتم تهييج، وهناك في بعض الأحيان أخبار مغلوطة، وهناك في بعض الأحيان آراء لا تستقيم. وبالتالي مع كامل احترامنا لكل الآراء، واجب الصحفي هو الإخبار أولا بأول، ثم يأتي الرأي عن طريق أصحاب الرأي. تقريبا فيها تتداخل فيها عدة تقريبا بكود فقط، عدة مشاكل. اليوم تقريبا غاب الصحفي الرياضي، غاب عن البرامج، واصبح تقريبا السائد هو يعني كورج يقدم مثلا مدربين كرة قدم قديمة. غابت اللمسة الصحفية اساسا، وهذا ممكن نتاجه الى الظروف الاقتصادية، نتاجه الى سيطرة المستشار على عدد البرامج الرياضية. هذا هو سلوك الموضوع اليوم. على البرامج الرياضية أن تنقذ نفسها بنفسها من سلطة المستشار، لكي يكون البرامج الرياضية يحترم أخلاقيات المهنة ويحترم المشاهد ويعطيه معلومة واضحة ودقيقة وصحيحة، ما يطلعكش برأي الجمهور.